اهلا بيكم في فيديو جديد. من غير لحمه ولا فراخ هنعمل احلى صينيه بطاطس تستاهل بقكم. الاول حطي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه معايا البطاطس بتاعتي، دول بطاطساتين اتنين كبار مقطعاهم حلقات صغيره كده، لا رفيعه ولا تخينه. معايا بصلايه كبيره مقطعه جوليان، ومعايا كوبايتين اتنين عصير طماطم. معايا كمان 3 فصوص من الثوم، قرن فلفل رومي، معلقه سكر صغيره، معلقه هريسه شطه، وقرن فلفل حامي. البهارات معايا ورق لورا وبابريكا وبهارات فراخ وبهارات لحمه وفلفل اسود وكمون وملح. كده تمام. هندخل بقى على الطريقه بتاعتنا. هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنزل بالبصل زي ما قلت لكم، دي بصلايه كبيره مقطعاها جوليان. هنزل كمان بالفلفل الاخضر، هنزل كمان بهريسه الشطه، دي معلقه صغيره. هنزل كمان بمعلقه السكر، معلقه صغيره خالص عشان برضو تمنع الحموضه بتاعه الطماطم. وهنزل وهنزل بالثوم سوري. وهنزل كمان بالبهارات بتاعتنا الجميلة دي. تمام. اهم خطوة بقى في البطاطس بتاعتنا ان احنا بندعك البهارات مع البصلة بالشكل ده لحد ما تنزل المية بتاعتها. بعد ما تتأكدي خلاص ان مية البصل كلها نزلت خلاص وشربت والبصل اتبل كويس في البهارات الحلوة دي، هننزل كمان بالبطاطس بتاعتنا وندعك بقى البطاطس بالتتبيلة اللي احنا عملناها. كده تمام. هنسيبها بقى لمدة دقيقتين اتنين بالظبط، ما تزوديش عشان البطاطس ما تسمرش معاكي، تشرب بس من التتبيلة شوية. بعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعتنا، زي ما قلت لكم كوبايتين اتنين من عصير الطماطم. بقت الصينيه بتاعتنا كده جاهزه، هنحطها بقى على البوتاجاز وهنزودها كوبايه ميه مغليه ونسيبها تغلي بس شويه لحد ما تدخل في مرحله السوا. تمام. مجرد بقى ما تدخل في مرحله السوا على طول هنضيف لها بقى شويه زيت على الوش كده، وكده خلاص تمام. هنحطها بقى في الفرن، هنغطيها بورق فويل وندخلها الفرن، هتستوي معاكي على طول وتكمل سواها. بجد بجد هتاكلوا احلى صينيه بطاطس، هتجربوها وتدعوا لي. يا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ويا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ودي كانت الصينيه بتاعتنا، بجد والله احلى صينيه بطاطس هتعمليها، بس اتبعي الخطوات اللي قلت لكم عليها. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.